اسمع المشهد، مسرح كله ظلام، وفجأة تسمع تصفيقة واحدة وثانيتين بس وتلقى القاعة كلها تصفق وراها. في السوشيال ميديا هالتصفيق اسمه اللايك، والمسرحية اسمها الترند. يجيك بوست يتهم واحد بشيء، عقلك على طول يقول لحظة، وين الدليل؟ بعدين تشوف الأرقام، آلاف اللايكات والكومنتات كلها نفس الكلام. وقتها يجيك شعور الخوف ويهمس لك لا تخالفهم، ترى ما حد يبيك تصير لحالك. فتتراجع عن فكرتك وتمشي مع كلام الناس الخوارزمية. هنا ذكية، ترفع صوت اللي يصارخ أعلى وتخفي أصوات الهاديين، وهالشي يوهمك إن الكل متفق، لأن اللي رأيهم مختلف أصلا ما تشوفهم. كذا نصير أذكى وحنا لحالنا، ونضيع وسط تصفيق الجماعة. طيب كيف تكسر هالدائرة؟ الطريقة سهلة، غير دورك. بدال ما تحكم على طول، اسأل سؤال واحد قدام الناس: وش المصدر؟ وبدال ما تحط لايك بسرعة، احفظ البوست وارجع له بعد ساعة بعقل أهدى. واستخدم الخوارزمية لصالحك، تابع شخص واحد رأيه عكسك عشان تشوف الموضوع من زاوية ثانية. هذا هو اختبار الشجاعة الحقيقي. لو كنت الوحيد اللي مو مقتنع، تقدر تكتبها؟ وإذا كتبتها إيش بتكتشف، الحقيقة ولا نفسك؟